جنسيتنا سماوية، سيرتنا هي في السماوات التي ننتظر منها مخلصا هو الرب يسوع. ماشيين في الحياة دينا في وسط الأشرار، ماشيين معاهم، لكن احنا مش من هنا. ولذلك لأننا مش من هنا مضطهدين، متألمين، متضايقين، ماشيين في أرض الغربة. خدوا بالكم احنا ماشيين فين؟ في أرض الاغتراب البرية. مرة جوع، ومرة حر، ومرة عطش، ومرة أعداء، ومرة مقاومات، ومرة اضطهادات، ماشية. لكن مصير الغريب هيروح ويوصل بلده بالسلامة. واحنا قربت خالص، قربت خالص، قربنا نروح. تقولوا امين؟ ولا مستوطنين عايلين هم الانتخابات؟ انتوا احنا مروحين، لا منها ولا اصحابها. واخد بالك معاه؟ ما تنساش ان سيدك هو المسيطر على دائرة الكون. طيب نرجع تاني لهذا الشعب. عدوا بحر سوف، خلاص. عمل ايه البحر ده؟ فصلهم. خلي بالك من الكلام اللي جاي. البحر ده فصلهم عن مصر. لو فكروا يرجعوا مش هيقدروا، لأنه ما خرجوا من خلال البحر بطريقة معجزية. يبقى خلاص بقى مصر خلاص انتهت بالنسبة لهم. يحطوا وشهم القدام إلى المسكن الذي وعد الرب به، أو الأرض التي وعد الرب بها، عينيهم ناحيتها، خلاص ما يرجعوش. ده إيه دي؟ الصليب. الصليب فصلنا عن العالم. خد بالك معايا، الصليب حصل إيه؟ حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. حد حفظ الآية دي؟ الذي به قد صلب العالم وأنا طيب، وأنا صلبت كمان. أنا صلبت والعالم اتصلب. يعني العالم لما يتعامل معايا بيتعامل مع واحد إيه؟ ميت. طب وأنا لما أتعامل مع العالم ما عرفش، لأن أنا مت عن العالم. متم مع المسيح، قمتم مع المسيح. رغبتنا فوق، طلباتنا فوق، نطلب ما هو فوق حيث المسيح جالس. والطلبة العظيمة اللي احنا بنطلبها بنقول له تعالى أيها الرب يسوع. حلو، مشوا في البر، خلاص ما فيش رجوع. وعاوز أقول لكم برضو المؤمن الحقيقي مش هيرجع تاني للعالم. خلاص يضعف، يتذمر، يتضايق، لكن ما فيش، مش ممكن يرجع للعالم ولا هيكون من العالم مرة تاني. طب تمام. وهم بقى في العالم في البرية بقى، هم في البرية قالوا بصوا بقى، تحررتوا وصرتوا ليا شعب خاص، وانتوا بتسكنوا في خيام دلوقتي متغربين. طب ايه رأيكم؟ انا حابب ابقى وسطيكم متغرب. نعم يا رب، ابقى وسطيكم متغرب. في حاجة دي كتير علينا قوي. قال بس انا مسرة قلبي كده، وصر ان انا يكون ليا خيمة في وسط الخيام بتاعتكم. يلا اقول لكم على حاجة. قول يا رب. قال لهم انتوا كم سبط؟ قالوا له احنا 12. قال لا انتوا 13. الله، هم 12 فعلا. قالوا لا، ما انا اخد منكم سبط كده اطلعه، ده يبقى بتاعي انا مش بتاع حد. هتبقوا كام؟ 11. ما ينفعش تبقوا 11. طب ما الحل ايه؟ قال لا، ما في واحد بكر، البكر ياخد نصيب 2. طب مين البكر؟ رأوبين. ما ينفعش، لأن ده الناس فراش أبيه، ده بكر ليئة، بكر ليئة. طب أمال التاني مين؟ بكر رحيل. مين بكر رحيل؟ يوسف. تمام. كم ولد جو من 2؟ قال بس كل ولد فيهم يبقى سبط. يبقى كده بقيتوا كام؟ 12. أما سبط لاوي ده بتاعي أنا لوحدي، ده بتاعي أنا. عظيم، حلو قوي. قال لهم بصوا بقى، السبط بتاعي زي ما أنا أكون في وسطيكم هو يكون وسطيكم. طيب وانتوا بقى قسموا أنفسكم على 4 اتجاهات، شرق وغرب، شمال وجنوب. كم انتوا؟ 12. 12 على 4 3، يبقى 3 أسباط في الشرق و3 في الغرب، 3 في الشمال، 3 في الجنوب. اتفقنا؟ اتفقنا. تعملوا لي بقى حاجة اسمها خيمة الاجتماع. ايه دي؟ مش انتوا ساكنين في خيام؟ ما ينفعش ان انتوا تسكنوا في خيام وتبنوا لي بيت بحجارة.
لا لا، انا هبقى في الخيمه وسطيكم. يا تخيلوا بقى ان الخيمه دي روعه تشير الى الرب يسوع المسيح الساكن وسط شعبه. طيب ادى التفاصيل الخاصه بالخيمه، ما حدش يقدر يعمل حاجه زياده ولا نقص، والرب ساكن في وسط شعبه. عينين اللي في الشرق لما تبص يشوفوا مين؟ يشوفوا الرب في خيمته. طب واللي في اي جهه من الجهات هيشوفوا الرب في خيمته. يعني نقدر نقول ان الرب جلاله في وسط شعبه، شعبه كله بيعمل ايه؟ ما تقولوا معايا، بيستمتع بيه، بيتمتع بيه.